عاجل. البقاء لله. ارتفاع عدد الوفيات جراء السيول والفيضانات التي ضربت إقليم آسفي إلى 37 وفاة حسب آخر حصيلة رسمية أعلنت عنها السلطات المحلية اليوم الاثنين 15 من دجنبر 2025. فاجعة إنسانية جديدة تهز مدينة آسفي بعد تساقطات مطرية غزيرة ورعدية غير مسبوقة شهدتها المنطقة خلال ساعات قليلة، تسببت في سيول جارفة اجتاحت أحياء سكنية وقطعت الطرق الرئيسية وجرفت معها سيارات ومنازل وأملاك المواطنين. وحسب المعطيات الأولية فإن قوة السيول باغتت السكان خلال الليل، ما صعب عملية الإنقاذ في الساعات الأولى، خاصة في المناطق المنخفضة والأحياء القريبة من مجاري المياه، حيث حاصرت الفيضانات عددا من الأسر داخل منازلها. فرق الوقاية المدنية مدعومة بعناصر القوات المساعدة والسلطات المحلية تدخلت بشكل عاجل منذ الساعات الأولى، مستعملة معدات خاصة وقوارب مطاطية في محاولة لإنقاذ المحاصرين والبحث عن مفقودين وسط ظروف مناخية صعبة. وفي السياق نفسه تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفيات والمراكز الصحية لتلقي الإسعافات الضرورية، في حين أعلنت السلطات عن تسخير جميع الإمكانيات اللوجستيكية والبشرية لمواجهة تداعيات هذه الكارثات الطبيعية. كما جرى فتح تحقيق رسمي للوقوف على أسباب هذه الفيضانات المفاجئة وتحديد المسؤوليات ودراسة مدى جاهزية البنية التحتية وقدرتها على استيعاب مثل هذه التساقطات الاستثنائية. الحدث خلف صدمة كبيرة وحزنا عميقا في صفوف ساكنة آسفي، حيث خيمت أجواء من الأسى والترقب وسط تضامن واسع من المغاربة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين بتعزيز إجراءات الوقاية وتفادي تكرار مثل هذه المآسي مستقبلا. وتبقى المخاوف قائمة من احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا في ظل استمرار عمليات البحث والتمشيط، خاصة بالمناطق التي تعرف صعوبة الولوج إليها. رحم الله الضحايا وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سنوافيكم بكل جديد فور توفر معطيات رسمية إضافية.